قبل ما أبدأ الفيديو النهاردة حابة أنبهك لحاجة. اللي هنعمله دلوقتي اسمه رول اللحمة المفرومة، ولا هو بديل اللحمة الباردة ولا هو بديل لعرق التريبيانكو ولا عرق الروستو. ملوش أي علاقة بعرق التريبيانكو ولا باللحمة الباردة، لا شكله ولا قوامه ولا طعمه. ما تسمعيش كلام اليوتيوبر اللي تقولك قدميه في العزومات وهيشرفك والكلام ده كله. كل اللي هيحصل إنك هتضحكي الناس عليكي زي ما قلتلك. ملوش أي علاقة باللحمة الباردة، لا شكل ولا طعم ولا قوام. هو طريقة ظريفة نقدم بيها اللحمة المفرومة، وممكن يتقدم في العزومات برده كصنف شيك، بس ما تقوليش عليه إن هو عرق لحمة باردة لأنه ملوش علاقة خالص باللحمة الباردة. في الفيديو النهاردة هعمل معاكي رول اللحمة المفرومة والرز المعمري الفلاحي. هاتي طاجن فرن. انا اخترت النهارده طاجن بايركس بس يكون حرفه عالي، يعني ادهنه كويس جدا بالزبده، ادهنيه كويس كده بالزبده، وادهني كمان الحواف بتاعته عشان الرز ما يلزقش فيها. هننزل بقى بنص كيلو من الرز المصري المغسول، ده مغسول ومتصفي كده، واركنيه على جنب ما تنقعيهوش. هنحط شويه فلفل ابيض وشويه ملح وخلاص كده، ما بيتحطلوش اي توابل تاني. انزلي بقى بحته زبده وحته قشطه، وقلبي الزبده والقشطه في الرز، خلي الرز يتشمع كله بالزبده وبالقشطه. غلفي كل رزاية بالزبدة وبالقشطة عشان ما يطلعش معجن معاكي في الآخر. في ناس بتحط زيت بس أنا ما بحبش أحط على الرز المعمر أي زيوت. هنزل بقى بكيلو من اللبن. لمي بقى الجوانب كده، خلي الرز متغطس كله في اللبن، وهركنه بقى على جنب. ما دخلوش الفرن دلوقتي، سيبيه على الأقل ساعة، أو لو بتجهزي صنف تاني جنبه اركنيه على جنب لحد ما نخلص الصنف التاني. هنبدأ دلوقتي نجهز رول اللحمة المفرومة. معايا نص كيلو من اللحمة، هحط عليها ملح وفلفل أبيض وبصل بودرة وشوية صغيرين من جوز الطيب وشوية بابريكا وشوية من الثوم البودرة. أحط كمان معلقة توم كبيرة مفرومة ورشة قرفة ونص كوباية بقسماط من البقسماط بتاع البانيه. وقلبي اللحمة بقى مع التوابل مع البقسماط كويس بإيدك كده لحد ما تتعجن كلها في بعضها. لو مش قادرة تدخليها في بعضها بإيدك هاخدها على الكبة واديها فرمة في الكبة كده. بعد ما طلعتها من الكبة نعمت خالص، والتوابل والبقسماط اندمجوا حلو قوي في اللحمة. هاتي بقى كيس تلاجة وهنفتحه وافرديه قدامك على الرخامة، وهاخد اللحمة بتاعتي وافردها على كيس التلاجة. حطي كمان كيس تلاجة تاني عليها من فوق وافردها بايدي كده، وبالنشابة ودوسي عليها افرديها كويس. بفضل افرد فيها كده لحد ما تبقى كلها بسوى واحد، وحاولي تخليها مستطيلة قدامك كده عشان نعرف نلفها رول زي ما انت شايفة كده. ما ترفعيهاش قوي، خليها سمكها كده حوالي 3 أو 4 سنتي. بحس بايدي كده لو سمكها عالي من حتة واطي من حتة، بحاول ان انا اسويها بالنشابة. ساوي بايدك برضو وبالنشابة، ايدك هتحس بيها اكتر. بجمع الجناب كده عشان تبقى مستطيلة قدامي. بعد ما بخلص فرد فيها خالص باخد حتة زبدة في ايدي وادهن وش اللحمة كده بالزبدة عشان تبقى طرية معايا، ما تبقاش طالعة ناشفة. هاخد كمان فصين من التوم، فصين توم مفرومين، وادهن بيهم اللحمة. التوم بيديها ريحة وطعم حلوين قوي. رشة فلفل اسمر حب، وهبدأ ارول اللحمة كده بالكيس. بتني حرف الكيس والف اللحمة على بعضها. وانتي بتلفي اضغطي بايدك وبكل قوتك، خلي اللحمة تدخل في بعضها ما تبقاش متفرغة من النص. لفي واضغطي بايدك وساوي الحروف وساوي الجناب بتاعة الرول. واضغطي عليها على قد ما تقدري عشان تطلع معاكي رول واحد متماسك ما تفكش منك. بمسك حرف الكيس والفه كده زي البونبوني عشان اشكل الحرف بتاعها، وتبقى مقفولة من الحرف ما تبقاش باينة ان هي رول مفتوح. لفيها بقى قدامك على الرخامة كده واضغطي بكل قوتك عشان اللحمة تدخل في بعضها. بس كده. هجيب كيس حراري او كيس فرن، افتحيه ورشي فيه رشة زيت او ادهنيه بدهنة زبدة. برشه بالزيت كويس جدا عشان اللحمة بتاعتي ما تلزقش فيه. وهاخد بقى اللحمة من كيس التلاجة، خلاص كده احنا خلصنا بيه، وهحطها في الكيس الحراري مكان القفلة بتاعة الرول كده. حاولي تسويها بايدك وتقفليها كويس عشان ما يفكش في الفرن. وهحط اللحمة في الكيس الحراري واقفل عليها كويس.
طبّقت الكيس عليها وقفلته كويس عليها، وربطته كمان بالربطة بتاعته اللي بتيجي معاه، وهادّي له خرمين 3 بالسكينة كده، ما تسيبيهوش مقفول عشان ما يفرقعش منِّك في الفرن. نحطه بقى في صينية فرن وحطّي عليه شوية مَيّة، شوية مَيّة صغيّرين كده لحد نُص الرول، ما تخلّيش المَيّة تغطّي الرول، وباحط في المَيّة دي ورقتين من ورق اللوري عشان تطلّع ريحتها على اللحمة. كده الطواجن بتاعتي جاهزة، طاجن الرز المعمّر وطاجن اللحمة. أنا قُلت لِك ما تدخّليش الرز المعمّر على الفرن على طول، أنا سِبته لحد ما جهّزت اللحمة ودخّلتهم مع بعض. حطّيهم في الشبكة اللي في النُص على أعلى درجة حرارة وشغّلي كمان المروحة. ده رول اللحمة أهو بعد ما طلّعته من الفرن، طبعًا لسه سُخن مولّع، ما تتعامليش معاه خالص غير لمّا يبرد، حتى مش هاحاول أطلّعه من الكيس غير لمّا يبرد علشان ما يتفكِّش معايا. ده طاجن الرز المعمّر، شايفة جميل إزاي؟ استوى طبعًا وشِرب اللبن والزبدة والقشطة، طعمه بيبقى خرافي. شايفة الرز مفلفل مش معجِّن، عشان إحنا غلّفناه بالزبدة والقشطة كويس، واخد لون ووِش متحمّر حلو أوي. أكلة جميلة جدًا وحلوة جدًا ومغذية ومش مكلّفة برضه وما بتاخدش منِّك مجهود ولا وقت كتير، يا دوبك بتجهّزيهم وتحطّيهم في الفرن، واقعدي بقى براحتك لحد ما يخرجوا من الفرن. ده رول اللحمة زي ما قُلت لِك، لا ليه علاقة بالتربيانكو ولا باللحمة الباردة، ده رول لحمة مفرومة بنعمله من زمان وكُنّا بنحشيه بالبيض المسلوق وكُنّا بنحشيه بالخضار. ما تسمعيش كلام أي حد يقول لِك قدّميه في العزومات وعرق لحمة باردة والكلام ده، ما تضحّكيش حد عليكِ. طريقة ظريفة نقدّم بيها اللحمة المفرومة، لكن مش بديل خالص للحمة الباردة، لا شكله ولا طعمه ولا قوام اللحمة فيه ليها أي علاقة باللحمة الباردة. وده حبايبي كان الفيديو بتاعي النهارده، لو الفيديو بتاعي عجبِك اكتبي لي رأيِك في الكومنتات، وما تنسينيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.